اهلا بيكم في سلسله اول خطوه في امريكا. السلسله دي هتغطي كل الطرق المختلفه اللي تقدر تيجي بيها امريكا مهما كان عمرك، تخصصك او شغلك. مش بس كده، هتنقي لك احسن فيزا تقدر تقدم عليها وتقول لك تقدم عليها ازاي. اتش او ال فيزا. اتش فيزا بتبقى واحد من 3 حاجات، ودي بتبقى لو عندك مؤهل انك تقدم على شغل في امريكا. بتبقى تنافسيه شويه، بس امريكا بتقبل عدد كبير من الناس للفيزا دي. ال فيزا بتبقى لو انت شغال في شركه انترناشونال عندها فرع في امريكا وعرفت توصل انهم يشغلوك في الفرع ده. فيزا البحث والتدريب جي فيزا. لو انت دكتور باحث او دكتور جامعة تقدر تقدم على انك تعمل بحث في امريكا وتاخد الجي فيزا، وده سواء كان بحث او تدريب. Religious Worker Visa. لو انت شيخ عالم اسلامي او قارئ تقدر تقدم على Religious Worker Visa، وده بيبقى بناء على طلب احد المساجد او المراكز اللي موجودة في امريكا. فيزا السياحة اللي كلنا عارفينها B2، دي طبعا لكل الناس واكترهم شهرة وتبان انها سهلة، بس القبول فيها اصعب، لان انت بتبقى في موضع اتهام ان انت اول ما تخش امريكا مش هتطلع منها تاني. كل الفيز اللي انا اتكلمت عنها دي اسمها نون immigrant فيزا. معناها ايه؟ معناها ان انت اقامه مؤقته، يعني انت لازم تطلع من امريكا. اللي انا هقولها دلوقتي دي اقامه دايمه، هي اللوتري. افتكر في مننا كتير سمع عنها، ودي بتقدم عليها عشوائي جدا، ممكن تتقبل من اول سنه وممكن تتقبل بعد 25 سنه وممكن ما تتقبلش خالص. مفيش اي مقياس للقبول. طبعا لو عايز المحتوى يستمر متنساش تدعمنا عن طريق فولو وشير. لسه اللي جاي خير. السلام عليكم.